ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناة على راحتك. النهارده هنتعلم مع بعض نعمل الفطير بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمله بدون دقيق. هنستخدم مع بعض في الوصفة دي الجلاش، وهنعمله بطريقة يطلع معاكي طري ومورق بطريقة سهلة وبسيطة، والسر في معلقة واحدة بس. يلا نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس. نبدأ بالوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنجهز الحشوة. ممكن الحشوة تتغير معاكي، ممكن لحمة، ممكن جبن، ممكن نعملها مع بعض باللحمة زي ما انا عملتها. هنجيب بصلتين كده على النار ونشوحهم في معلقتين من الزيت او من السمنة او الزبدة المتوفرة عندك. وهننزل بثلاث قرون من الفلفل، وهنبدأ نشوح فيهم لحد ما يتبلوا مع بعض. وزي ما قلتلك، لو انتي مش متوفر عندك اللحمة ممكن نحشيها بفراخ، او ممكن نحشيها بجبن، او ممكن نحشيها بطاطس زي المتوفر عندك. وبعد كده خلاص دبلوا معايا شوية، نزلت بنص كيلو من اللحمة، وهسيبه يفك خالص لحد ما يتغير لونه بالطريقة دي. وهبدأ انزل بالتوابل بتاعتي اللي هتخلي معانا الوصفة طعمها حلو جدا. عبارة عن كزبرة ناشفة، بابريكا، ومعانا توابل فراخ صفرا، ومعانا فلفل اسود، ومعانا ملح، فلفل اسود، ومعانا مع بعض توم مفروم، وربع معلقة من الروزماري. هتخلي الوصفة دي في حتة تانية، لان الروزماري بيخلي ريحة اللحمة ريحتها حلوة جدا. فجربي ان انت تحطيه مع بعض في الوصفات، هيديكي طعم حلو. هنبدأ نقلب كده التوابل مع بعض ونشوحها مع البصل والفلفل كويس جدا. هبدأ انزل كده بكوبايتين من المية بحيث ان اللحمة بتاعتي تستوي، ومعايا البصل والفلفل يتبلوا خالص. وهغطي عليهم وهسيبهم لحد ما المية دي تتشرب خالص. مش عايزين في الوصفة دي اي سوائل، سواء كنت هتعملي فراخ او اي جبن، مش عايزين فيها سوائل. زي ما انت شايفة كده مفيش فيها اي سوائل، عشان خاطر الجلاش بتاعنا ما يبص مننا من كتر السوائل. فاحنا عايزينه الحشوة تكون من اي غير اي سوائل خالص زي ما انت شايفة كده. يلا بينا نحضر مع بعض التشريبة اللي هعملها للجلاش. هيطلع معانا مورق جدا. هننزل ببضاية واحدة، وهننزل بربع معلقة من الفلفل الاسود، وهنقلب كويس جدا البضاية. التشريبة دي هتعمل معاكي صينيتين. لو انت عايزة صينية واحدة قسمي المكونات على اتنين. هننزل بكوباية من اللبن، واللبن هنا ما يكونش سخن عشان خاطر البيض بتاعنا ما يستويش، يكون عادي لبن بدرجة حرارة الغرفة. هننزل هنا بنص كوباية زيت على سمنة، ولو حابة تستبدلي السمنة بالزبدة ماشي. وهنقلب كويس جدا مع بعض. طيب ايه المعلقة اللي تخلي معانا الجلاش بتاعنا يبقى طري لحد تاني يوم؟ اللي معانا النشا. هناخد معلقة كبيرة من النشا، هي اللي بتخلي معانا الجلاش بتاعنا طري جدا ومورق لتاني يوم. وهنقلب كويس جدا النشا. طيب عشان خاطر عايزين الفطير بتاعنا كده يتنفخ في الفرن ويبقى مورق، فهننزل مع بعض بالبيكنج باودر، معلقة كبيرة برضو من البيكنج باودر. اصلا هو الكيس ده عبارة عن معلقة كبيرة هرمية، فاحنا نضيفه كله. وهنقلب برضو كويس جدا. بس كده التشريبة بتاعتي بتكون خلصت. سهلة جدا، وكمان عملناها بدون زبادي ولا رايب، بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب الصينية بتاعتنا وهندهنها زيت او سمنة. مهم ندهنها كويس عشان خاطر الجلاش بتاعنا ما يلزقش معانا في الصينية، لو كنت هتستخدمي صينية مش تيفال يعني. وبعد كده هنجيب لفتين من الجلاش. اول لفة كده هاخد منها ورقتين ورقتين، وهبدأ احط نص الناحية دي، وهدهنه كويس جدا بالخلطة اللي انا عملتها. مهم جدا تدهيني كل حتة في الجلاش بتاعنا، وما تخافيش ان هو مثلا ينيخ او يبوظ، لا بالعكس. كل ما تكتري تشريبة كل ما هيطلع معاكي مورق وطري اكتر. جبت اتنين تانيين وحطيتهم الناحية التانية بالطريقة دي. في طريقة تانية بالنسبة للحشوة، ان انت ممكن تقصيهم على حجم الصينية، تخليهم دواير، والزواير تحطيها في النص. ولكن الطريقة دي ممكن الحشوة تطلع منك من بره، فاحنا بنعمل الطريقة دي بحيث ان احنا نقفل على الحشوة وما تطلعش مننا من بره، سواء كنا بنمسكها احنا وبناكل، او ما تطلعش مننا واحنا بنسويها في الفرن. زي ما انت شايفة بحط التشريبة كويس جدا. وحطيت طبعا من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال ومن فوق ومن تحت، لحد هكذا لحد ما اخلص الكمية كلها. بس انا هشيل
معانا ورقتين اخليهم احطهم في الوش عشان يطلع الوش بس متساوي من فوق ويكون منظره حلو. فنشيل ورقتين من اللفه ونحطهم على جنب، نحطهم في الاخر. نبدا نخلص اللفه كلها بالطريقه دي وندهن كويس جدا، وبعد كده هننزل بالحشوه اللي احنا عملناها. زي ما انت شايفه ان الحشوه ما فيهاش اي سوائل عشان خاطر الجلاش بتاعنا ما يبص. كده خلاص حطيت الحشوه. لو حابه تضيفي الجبن بتضيفي. بعد كده برجع اني اقفل الاتنين اللي انا خدتهم من فوق بالطريقه دي، وانا بقفل برضو بدهن اي حاجه بقفلها، بحيث زي ما قلت لك عايزين التشريبه كلها في كل الورق. واتني كده الجوانب بالطريقه دي وبرضو ادهنها. وبعد كده بجيب من الناحيه اللي من تحت بالطريقه دي اتنين اتنين، وابدا اني احطهم وادهنهم كويس جدا. واقفل برضو اللي مع الجناب. وقلت لك اللي احنا هنسيب اتنين عشان خاطر نسوي بيهم الشكل من فوق. الطريقه دي بتكون سهله عن الطريقه اللي قلتها لك في الاول، وطبعا اللي يريحك اشتغلي بيه. بس عشان لو انت عايزه الفطير بتاعك يطلع مورق وطري، يبقى التشريبه بتاعتنا نحطها في كل حته في الفطيره بالطريقه دي، ورقتين ورقتين كده، وندهنهم كويس جدا. بعمل معاكي اول واحده بالتفصيل عشان خاطر تعرفي ازاي تقفليها وازاي ان انتي تخليها مورقه واحده بواحده. خلاص كده انا يعتبر رجعت كل الورق بتاعي بالطريقه دي. اتفضل معايا الورقتين اللي قلتلك هنخليهم اخر حاجه عشان خاطر نسوي بيهم الشكل بس بتاع الفطير من فوق. وبرده هندهن الوش بالتشريبه عشان برده يطلع معانا طري. بس بعد كده يلا نجيب الورقتين الاخرانيين عشان نساوي الوش بتاعنا. وفي الفتره دي طبعا هنكون مسخنين الفرن. طب لو انت عايزه مثلا تسويها بعد ساعه او بعد نص ساعه مفيش اي مشكله، بالعكس تديكي نتيجه احسن. يعني لو حابه ان انت تركنيها وتخلصي اللي وراكي وبعد كده تسويها هتديكي نتيجه احسن. كل ما تقعد تستريح مع بعض كده في التشريبه. بعد كده هنسخن الفرن على درجه حراره 180. يعني ايه 180؟ يعني تكون هاديه في الاول عشان خاطر بس نسخن الفرن، وبعد كده بنخلي النار وسط اول ما الفرن تسخن. بس كده نبدأ ان احنا نشرب الفطيرة كلها. دي كانت اخر ورقتين عشان خاطر بس الشكل يتساوى، وزي ما قلت لك الجوانب بنزلها لتحت مش لفوق عشان الشكل يتساوى. بس كده خلاص دهنتها كويس جدا بالتشريبه بتاعتي. الوش بقى هنعمله ايه؟ فلفل الوان او فلفل اخضر او طماطم او سمسم. لو متوفر عندك جبنه موزاريلا ممكن، اي حاجه هتمشي معانا في الوش بتاعنا. بس بعد كده كده خلاص شربتها كويس جدا. دول الصينيتين خلصتهم، وزي ما قلت لك كميه التشريبه دي كنت عاملاها لصينيتين. رشيت كده السمسم بحيث يبقى شكله حلو وكمان طعمه حلو في الفطيره. خلاص دلوقتي الفرن بتاعتي سخنت على 180. دلوقتي هخلي النار بتاعتي بتكون وسط بحيث انها تخش على فرن سخنه، بحيث اول ما تخش تنتفخ زي ما انت شايفه بالطريقه دي، وتبقى عامله زي الفطير المشلتت بالظبط وبدون تعب. بصي شايفاها منفوخه ازاي، وبدون طبعا فرد ولا مجهود، بطريقه سهله وبسيطه. والمعلقه زي ما قلت لك النشا هي اللي تفرق معاكي. اول ما بتحمر معايا من تحت بديها لون على الشوايه، ودي بتكون الطريقه طري جدا. جربيها، اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه. اشوفكم في وصفه تانية. سلام يا بنات.